المخدرات والبارود ما بيطلعوش الا بامر من الباشا. وانا مالي ومال القلعه يا بيه؟ هم الغدارات والبارود هيتعملوا جوه القلعه ولا هياجوا من براها؟ اتفضل يا بيه، القلعه دي مخزن. كلامك تمام يا شيخ العرب، حتى اللي بيدخل من بره بالاذن وبالعدد. اذن ايه وعدد ايه يا بيه؟ امال المذابح اللي بتحصل بين المماليك دي من فين؟ ده المدافع هتتنصب في الاسواق وعلى البيوت بحري. كلامك مظبوط يا شيخ العرب، اصل كل مملوك ليه انه يسحب غدارات وبارود على قد رتبته، ومدافع كمان ان لزم الامر. لكن انت هتعملها ازاي؟ لينا ان شاء الله في كل بحر طريق، مفيش حاجه مستحيل يا بيه. شوف بس انت مين امين على الكلام بحري من زمايلك؟ الخشداشيه. طب لو 100 خشدوش. خشداشي. لو 100 خشداشي كل واحد منهم ادانا بس 5 غدارات يبقى زين. وبعدين البارود يجي بكمية تقضي الغدارات دي، ويبقى ده أول الغيث. بعد كده نشوفوا صرفة في البحر، يجي البارود والغدارات من بلادها على هنا على طول، ومعاها مدافع. مدافع؟ انت عايز تحكم مصر ولا غرضك اسطنبول يا شيخ العرب؟ لا يا بيه، انا عاوز اقعد هنا مطمن وخلاص، لا عاوز اطلع بره الصعيد ولا عاوز حد يهينه يا بيه. هو ده غرضي، لا اكتر ولا اقل. لا انا مش هقدر اعمل كده، على الاقل في الوقت الحاضر. ما تزعلش مني يا شيخ العرب. انا ما اقدرش ازعل منك يا صالح بيه، كل واحد ومقدرته. مالك يا شيخ سلام؟ مليش، بس انا ساعات كده ياخدني الحزن يا جابر. تاني كان متهيالي ان قلبك ما يخشوش الحزن واصل. ليه؟ مش بني ادم؟ لا، عشان قلبك عمران بربنا. مش هيقولوا اللي قلوبهم فيها ربنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايوه صح، بس دول الاكابر، انا لسه على كدي. ساعات ياخدني الفرح بيه هو، وساعات احس اني بعيد واحزن. اقول لك حاجه عن الحب؟ لا، غني حاجه حزينه عن العمر اللي راح حضر. عمرك راح حاضر يا شيخ سلام؟ دلوك حاسس كده، عمري راح حضر يا جابر. اصل العمر ده كنز مخفي مليان جواهر. اليوم اللي تبقى فيه قريب من ربنا تطلع جوهرة تنور الدنيا. اليوم اللي تبقى فيه بعيد تخسر جوهر والدنيا تضل. اقول لك عن العمر والزمن يا شيخ سلام. صدقت العمر يابا ومشيت ورا السنين، لقيت عمري سحابة معرف راحت لفين، معرف راحت لفين. كمل يا جابر كمل، اقعد. يلا كمل. كأني بصب
مغير في غربة للقدر اتسرب بين ايديا عمري وضاع هدر. مادام راجل كويس يبقى على البركة، ربنا يعمل لها اللي في الصالح. بس عيقولوا كبير عليها وقاعد مع امه، وسمعت انه شديد. ليلى ما ينفعهاش غير الشديد، بس انت توكلي وقول يا رب. يا رب يا بنت عمي. هو ده ولد ضرتك؟ ايوه شاهين. ما شاء الله. وامه عامله ايه معاكي؟ مليحة، ساعة وساعة زي ما تقولي فوت ربنا فيها، بس كله همام حتة منه. يحب درويش اخوه قوي، ما يبطلش بكى غير درويش قاعد جار. مش اخوات يا حبيبتي؟ الدم عايحين. لما بعد عنك قالوا ان همام هجموا عليه في الجامع، والله كانت هتموت فيها. وانت يا صالحه؟ انا مت، لسه هموت. لو همام طول شويه عن ميعاد رجعته هموت يا شمس. عارفه يا حبيبتي، فاكره واحنا صغيرين كل واحده فينا كانت تقول للتانيه انا هحب اخوك اكتر منك. ايوه. عقول اسماعيل صباع كتار فدا اخوي، قال لي وايه عزتي كل بلا همام. اقعد ولا غريبه؟ اقعدي بس تعالي شيلي ولدك. ما دام شايله لحمنا تبقى مش غريبه. تعال انت. بص زي ما هي في الغله. زي ما في الغله كيف؟ زي عم نور. زي عم نور كيف يعني؟ لا زرعنا ولا حصدنا؟ لا زرعنا وحصدنا، لكن المحصول زي ما هو. تران الحصيد قلت؟ 12,000 تور بزياده 1000 تور. والارض زادت ولا قلت؟ زادت كتير. الارض زادت والغله زي ما هي كيف؟ فين الغلط؟ الترع يا شيخ العرب قليله. نقول كده. يبقى اكتب ورقه بتوسيع الترع. حاضر. وفي ناس هتبني بيوت كبيره على ارضها. نكتب ورقه تانية، اللي يبني بيت على ارضه اكتر من جيراتين بيته يتعد. حاضر. مالك؟ شكلك النهارده مش تمام. ابدا، بس فرح قيصر بعد 3 ايام واخد عجل شويه، لكن تمام. انت ايه اللي مقعدك هنا؟ روح شوف ولدك. هسيب الشغل واروح؟ ليه ابوي يتحرق قيصر؟ لا 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 ما تحرجش ولا حاجه. خلي حد من اللي انت معلمهم يمسك مصلحك وروح فرح ولدك. يوم هروح الدير وخلاص. قلت لك روح ما تعاندش. وانا مش هنقله من هنا الا اخر يوم، ما اضمنش حد غيري. لا حول ولا قوه الا بالله. انا صاحب المال وهقول لك روح. وانا الامانه على المال ده ما تسمحليش اغيب عن المطرح 3 ايام، ما اقدرش. انت حر، عنك ما رحت. اقول لك قول له ما تتجوزش. لو فعلا في مصلحه في كده هخليه ما يتجوزش. مفيش فايده. اسمع يا بولس، ميعاد الالتزام الجديد يوافي متى؟ الاربع الاولاني من مصري. زين. مفيش التزام السنه دي. ما عاوز يطلع لا كف غله ولا عاوز قصب واحد.